بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي. حبايبي ومتابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي، يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعالوا النهارده نشوف الفيديو الجميل ده. النهارده أقول لكم على حكاية بقى حصلت لي. صبحت ما عنديش عيش يا جماعة، قلت إيه هجيب عيش من بالليل، قلنا هنبعت نجيب عيش. فالمهم عما صحينا من النوم كان الوقت ايه ما شاء الله الفرن بتاعت اللي هي العيش ديت خلصت وكده. طب اعمل ايه، نعمل ايه، نفطر بايه؟ قلنا نعمل ايه، نتصرف. الجيش قال لنا اتصرفهم. كان عندي دقيق بلدي، دقيق اللي هو الاسمر اللي هو ابو سن اللي هو بالرده ده يا حبايبي. فقلت نعمله النهارده وتبقى فايدته جميله جدا احسن من الدقيق اللي هو ايه الابيض الفينو ده. تعالوا نشوف، نقول بسم الله ونشوف الفيديو ده. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الفيديو الجميل ده. مبدئيا معايا 2 كيلو دقيق اسمر اللي هو بردته، يعني ما شلتش الرده منه، انا خلته على يعني بسيط كده وسبت برده فيه رده عدت معاه. طيب حطينا عليه ايه كيس خميره فوريه، يعني مش كيس قوي برده، قلت عما نتغدى وكده يكون هم خمروا. فحطيت عليهم يعني 3/4 كوبايه، 3/4 كيس خميره، ومعايا كوبايه ميه فيها ايه مدوبه فيها ايه نص معلقه ملح يا حبايبي، معلقه كبيره، نص معلقه ملح صغيره. وطبعا ايه كوبايه كبيره مج ميه كبير كده، واحتاجنا تاني برضه. وقعدنا بقى ما شاء الله ايه قلبنا الدقيق مع الميه كده مع الخميره زي ما انتم شايفين كده في الاول. وبعد كده لما ايه الميه كل ما بنحتاج ميه بنحط لها كميه بكميه بسيطه، لان الدقيق الاسمر ده يا حبايبي يعني بسرعه ملوش عرق زي ما انتم عارفين، مش بياخد ميه كتير، لان الدقيق الفينو ما شاء الله العرق كل ما بتعجني فيه بيظهر العرق بتاعه، يعني ايه ما شاء الله بيطلع ميدة الجلوتين اللي هي بتبقى في الدقيق دي، فكل ما بتعجني فيه. لكن الدقيق ده ما شاء الله الاسمر ده بالذات يعني عشان فيه رده سنه وكده سايباها فيه، فهو عرقه يعتبر معدوم، يعني بسيط جدا لما يكون في يعني فيها عرق. فمش يعني العرق ده اللي هو ايه ماده الجلوتين، ماده الجلوتين دي المطه بتاع العيش يا حبيبي بتاع العجين ده. فالمهم عجناه حلو، عجنه حلو زي ما انتم شايفين كده، وغطيناه بقى بكيس بلاستيك كده ما شاء الله. بس عجناه يجي من 10 12 دقيقه كده عشان لما خمر ما شاء الله وملت البوله كده. وقرصناه بقى، قطعناه قطع كده صغيره زي ما انتم عارفين بنسميه، يعني نقول ايه، نقول نقرص العجين، بنقطعه قطع اللي هي ايه على قد المكنه كده، ماشي يا حبايبي. وبعد كده ايه بنسيبه لما يرفع برده على الصينيه كده، وبعد كده ايه بنبططه برده على الرده دي تاني، وبنعمله في المكنه ما شاء الله. انا كنت عاملاه طري، عملت قبل كده معاكم برده فيديو يا حبايبي بالعيش الناشف اللي هو دوت، بس ناشف بقى، لكن المره دي عاملاها انا طري، يعني ما شاء الله يتعمل سندوتشات، يتعمل كده زي ما انتم شايفين. لو وصلتوا مع المقطع دي يا حبيبي حطوا لي كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديوهات ديت، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشعاراتنا توصل لكم باذن الله. واللي ما اشتركش في القناه بتاعتنا يشترك، دايما اشتراككم بيسعدنا وبيفرحنا. لو حتى استفدتوا ولو بمعلومه بسيطه جدا واي حاجه عجبتكم في الفيديو ده يا حبايبي، حطوا لنا الكومنت الحلو واللايك الجميل اللي بيرفع الفيديو. وتنسوا كومنتاتكم الجميله اللي بتشجعنا عشان اعمل لحضراتكم فيديوهات لما بشوفها ما شاء الله. يا رب يديمكم نعمه في حياتي. العيش مورق وجميل جدا، بعد الرغيف بقى يقب مننا زي ما انتم شايفين كده بنهبطه، يعني كل بيقب بنهبطه، ما مش بنخليه ايه يعني يبقى منفخ كده، عشان خاطر احنا ايه عايزينه عيش طري يا حبايبي. اوعى الفيديو يكون كده يعني، عايزه بشهادات تبقى حلوه في الفيديو باذن الله، ولايكات جميله كده. يا رب يديمكم نعمه في حياتي، اشوفكم دايما على خير، مع السلامه.